الخلفية السوداء للفيديو مقصودة حدادا على الضمير وعلى الأخلاق. كل يوم بيعدي علينا بيكشف لنا مدى وضاعة وانحطاط النادي المنافس، بمسؤوليه جهلة أو متعلمين، بالمنتمين ليه جهلة أو متعلمين، بمشجعيه جهلة أو متعلمين. حتى لو كانوا دكاترة، الحرص على الوضاعة من الثوابت التاريخية عندهم. النادي اللي أكل مال اليتيم وقبل على نفسه إنه ياخد غرامات عقد مزور ورفض يعالج لاعب مريض عنده لحد ما اللاعب ده توفى، مش بعيد عليه أبدا إنه يشمت في الوفاة أو في المرض. الناس دي مش خطر على الأهلي والكورة والرياضة، لا لا لا. النادي ده بالمنتمين ليه خطر على المجتمع، خطر على كل واحد فينا. الناس دي عايشة في وسطينا. النفسيات دي بتطلع أسوأ ما فيها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولو أي حد فيهم جات له الفرصة إنه يطلع الغل والحقد اللي جواه في الحياة العملية مش هيتردد لحظة. لما تلاقي دكتور بيدعي على الخطيب بكل أمراض الدنيا علشان خاطر لعيب كورة. وهنا لازم أفكركم إن الوزارة اسمها وزارة التربية والتعليم. ليه؟ لأن التربية أهم 100 مرة من التعليم، ومش معنى إنك متعلم إنك متربي. المصيبة إن الدكتور ده مدير تنفيذي لنادي في مدينة الشروق، يعني مسؤول عن شباب وأطفال وأنشطة اجتماعية ورياضية. بني آدم زي ده هيعلم الشباب إيه غير الوطيان والقذارة، ويطلع لك جيل حقود غلاوي منفسن. وشويتين الهبل بقى بتوع ميدو أصل الأكاونت اتهكر وتم استرداد الأكاونت بنجاح. كلام الأهبل ده بيزودوا جبن على الوضاعة مش أكتر. بس برضه مش غريبة، خصوصا لما تعرف إنه متعين بتوصية من وزير اللمساس. الوزير اللي في عز انشغاله بتمرير بند ال8 سنوات عشان يخلص من الخطيب منسيش يكلم مرتضى منصور لتهدئة الأجواء في نادي الزمالك. احنا عندنا وزير بيحارب الإدارة وبيحارب الأهلي بوضوح وبدون حياء، وبيساعد الزمالك بكل تبجح وانحياز. أتمنى ما اشوفوش في كأس العالم للأندية وهو بيتمحك في إنجازات الأهلي وبياخد اللقطة كالمعتاد على حسابنا. كمان لما تلاقي صحفي مهتز عايش على الفتن والأكاذيب شمتان في موت آرون بوبنزا لمجرد إنه رفض يجي الزمالك، وبيتمنى موت أي حد تاني ساب الزمالك. ولما تلاقي جمهور بينزل بوستات بتنصح زيزو ما يروحش الأهلي لأن اللي بيسيب الزمالك بيحصل له زي ما حصل لمؤمن زكريا وآرون بوبنزا. لما تلاقي مشجعين بيقولوا ليه نزلتوا صورة زيزو، كنتوا سيبوه يجي يتدرب وأي حد من اللعيبة يكسره أو يجيب له رباط صليبي عشان ما يلعبش مع الأهلي في كأس العالم للأندية. لما تلاقي نادي بيخاطب الفيفا عشان عايز فلوس الشكوى اللي قدمها ضد بوبنزا بدل ما ينعيه ويترحم عليه إنسانيا حتى، تعرف على طول إننا عايشين وسط ناس ما يعلم بها إلا ربنا. مش بس الجمهور، حتى الإدارات والمسؤولين لا أدب ولا ذوق ولا أخلاق ولا قيم ولا مبادئ. ربنا يعينهم على نفسهم ويعين عليهم. أنا بصراحة مش عارف جايبين السواد ده كله منين. ولازم من المواقف دي تعرف ليه النادي ده على طول كده من كارثة لمصيبة ومن نقرة لضحضيرة، ومش بتقوم لقومة مهما تساعد ومهما الدولة وقفت جنبه ومهما سددت له ديونه وتغاضت عن مستحقاتها. برضه مفيش حاجة نافعة معاه، ودايما فاشل ولا يخلو من مشاكل أبدا، لأنه ببساطة النادي ده ربنا غضبان عليه. ناس ما عندهاش دم ولا أخلاق ولا ضمير.